حبايب قلب المو، ألف 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 مبروك لكل جمهور نادي الزمالك الفوز على نادي الاتحاد والحصول على أغلى 3 بونت في الدور الأول والحفاظ على الصدارة بفرق 3 بونت عن النادي الأهلي ونادي بيراميدز في مباراة كان بطلها الأول المهدي سليمان، ومباراة قدم فيها نادي الاتحاد أداء جيد جدا وساعدوا على الأداء الجيد ده الأداء الهزيل لنادي الزمالك بعد ما جبنا الجون الأول على طول. وربنا ما يقطع لنا عادة، لازم بعد ما نجيب الجون الأول لازم كيرف المباراة يقع معانا. طبعا انا مقدر جدا جدا الاداء البطولي اللي بيقدمه لعيبه نادي الزمالك اخر 8 او 9 مباريات في ظل الظروف اللي احنا فيها، 12 وقف قيد وديون ولاعيبه ما بتاخدش مستحقاتها، وبرغم ذلك بتأدي اداء اعلى من المتوقع. ولكن بما اننا بننافس على بطولة الدوري مع اقوى سكوادين واغلى سكوادين داخل افريقيا باكملها، لازم نحط ايدينا على الغلط ونحاول نصلحه من دلوقتي. ليه كل المباريات بنبدأها برتم عالي لحد ما نجيب الهدف الأول، وبعد ما بنجيب الجون الأول يفضل الكيرف يقع ومستوانا يقع وندي الكرة للفرقة اللي قصادنا ونخسر الكرة بمنتهى السهولة؟ النهارده وبعد ما جبنا الجون الأول كالعادة لعيبة نادي الزمالك بتفرط في الكرة بكل سهولة للاعبي نادي الاتحاد السكندري، ولولا ستر ربنا وتألق الهاني سليمان كانوا الثلاثة بونت بتوع النهارده في محك الخطر. مفيش مشجع زملكاوي النهارده ضغطه معلاش لحد ما حكم المباراة صفر بانتهاء الماتش. مفيش مشجع زملكاوي النهارده قلبه ما وقعش في رجليه بسبب كرة عبد الرحمن مجدي في نهاية المباراة. وارجع واقول لك تاني، ليه احنا بنعمل في نفسنا كده؟ ليه لعيبة نادي الزمالك بعد ما بتجيب الهدف الاول رتمها بيقع؟ ليه بعد ما بنجيب الهدف الاول ما بندوسش ونجيب التاني ونركب الماتش من بدري بدري؟ ليه لازم ناخد التلاتة بونت بعد ما تطفحونا الدم؟ انت النهارده متصدر الدوري بفرق 3 بونت، ولازم تموت نفسك على التلاتة بونت دول لحد ما حد من المنافسين بتوعك يتعثر تاني، مش انت اللي تتعثر. بالاخص واحنا لسه ما كملناش مباريات الدور الاول. مباريات الدور الاول اللي فاضل فيها مباراه واحده قصاد نادي انبي، وبكده يبقى خلصنا مباريات الدور الاول باكملها، ونخش بقى على المعجنه بتاعه الدور الثاني، فيما معناه ان انت الدور الثاني هتلعب 6 ماتشات ما فيهمش ماتش هين. هتلاعب بيراميدز، هتلاعب الاهلي، هتلاعب سيراميكا كليوباترا اللي فرقته بلعيبته برئيس النادي بالمدرب عندهم مكسب نادي الزمالك ده كانه نهائي بطوله قاريه، في ظل ان هم لما بيلعبوا المنافس بتاعك بيبقى الخساره بالنسبه لهم طعمها حلو، ولكن ماتشك انت بالنسبه لهم بيبقى حياه او موت. الدور التاني مفيش مجال لاي استهتار، موت نفسك في كل ماتش، العب كل ماتش وكانه نهائي بطوله. ده لو انت بجد عايز تبقى بطل الدوري المصري لهذا الموسم. العب واكسب وما تستناش اي هدايا من المنافسين بتوعك، لانك بتنافس اقوى سكوادين زي ما قلت لك في افريقيا، النادي الاهلي ونادي بيراميدز، 2 من اعند الفرق داخل افريقيا. يعني فيما معناه كده اي وقع عليك محدش فيهم هيسمي عليك. فاتمنى من الكابتن معتمد جمال ومن لعيبه نادي الزمالك اللي كلنا ثقه فيهم ان ما يبقاش فيه اي تهاون الفتره اللي جايه. موت نفسك في كل مباراه، كل ماتش العبه وكانه نهائي بطوله، لان زي ما قلت في الفيديو اللي فات بتاع ماتش بيراميدز، الدوري ده لو خدناه في ظل هذه الظروف هيبقى اغلى دوري انا عشته مع نادي الزمالك، وفرحتي بالدوري ده بالذات هتبقى فرحه غير عاديه، ومش انا بس، كل جمهور نادي الزمالك على هذا الوضع. وبعدين لو كنت كلمتني من شهر ونص شهرين كنت اقول لك انا ما عنديش ثقه في الفرقه دي، ولكن النهارده كل جمهور نادي الزمالك عنده ثقه فيكم، عنده ثقه في اللعيبه وثقه في المدرب ان الدوري ده ان شاء الله مش هيخرج بره 100 عقبه. فاتمنى كل المباريات اللي جايه ما نكتفيش بالهدف الوحيد اللي بننام عليه طول الماتش، وندوس ونجيب التاني ونريح جمهورنا بدري بدري، لان بالوضع ده انا وكل جمهور نادي الزمالك على اخر الدوري هيصيبنا الامراض المزمنه كلها. ودي السلبيات اللي انا شايفها انها لازم تتصلح عشان نكمل ال7 مباريات اللي جايين على خير ويبقى الدوري في 100 عقبه. ونيجي بقى لموضوع تاني عايز اتكلم فيه من بدايه الدوري. احنا عندنا لاعب برازيلي اسمه خوان بيزيرا دخل مصر على رجليه، ولكن هيرجع بلده على نقاله، وده طبعا بسبب التهور المتعمد والدخول الغشيم اللي بيمارسه كل مدافعين الدوري المصري قصاد هذا اللاعب، في غياب تام لكل الحكام المصريين في كل المباريات. خوان بيزيرا بينزل كل مباراة ودمه مستباح، تدخلات قوية وتدخلات متهورة على اللاعب، والحكام شاهد ما شافش حاجة. عشان كده بقول لك اللاعب ده دخل مصر على رجله وهيطلع منها على نقاله. فأتمنى من حكام الدوري المصري تراعي ضميرها ولو حتى على الأقل في الشهر الكريم اللي احنا فيه. والله المستعان في اللي جاي، وإن شاء الله كلنا ثقة في لعيبة نادي الزمالك وفي الكابتن معتمد إن اللي جاي كله هيبقى خير والدوري في 100 عقبة. أشوف وشكوا على خيرة الله، أحلى إخوات وأحلى متابعين.